فجأة العربية تبطل منك وتنور تشيك انجن. راح لكعبول وكلبالة ودقدق. كعبول بعد ما كشف كان كلامه فيه شيء من المنطق، لقى ان العربية قارية 4 مباين، قال لك ان العربية لو فيها موبينة بايظة مش هتقرا ال4 مع بعض، والكلام ده منطقي جدا، بس يكملها حلو للأسف ما كملهاش حلو. قال ايه اللي مسؤول عن المباين؟ الكنترول. فقال نفك الكنترول ونلف لفة في الحرفيين. فقالوا له هنجربه على عربية تانية، وعشان يجرب الكنترول على عربية تانية لازم يحرق الايموبلايزر، الشفرة يعني. حرقوا الايموبلايزر، وبعد ما حرق الشفرة وفك الكنترول ولف اللفة برضه نفس العيب. راح رايح لكلبالة. كلبالة بقى ناصح شوية، راح عامل ايه؟ راح مغير ال4 مباين وركب نوع كويس ما فيهوش اي مشكلة. بعد ما غير ال4 مباين العربية راحت وجت بنفس العيب. اخترع بقى اختراع جديد خالص، قال لك ان العربية فيها اوبشن لما بتفضل دايرة ل5 دقايق وتسيبها بتبطل لوحدها، فده بقى اوبشن في العربية جديد وكده يعني. هو الراجل راكب العربية بقاله 20 سنة، خلاص هو طلع له اوبشن جديد. راح لدقدق، دقدق قال له نفس الكلام، فقال لك اريح نفسي واسال محرم. سالني بعته لحد متخصص في العربيه بتاعته. عشان الناس الفهمانه بعد خطوات الفحص بتعمل ايه؟ راحوا استعانوا بكهربائي، لان العيب عيب كهرباء. راجعوا ضفيره الكهرباء من الاكسدام ورا للاكسدام قدام. بعد كده لقوا في الاخر المشكله ناحيه المباين والرشاشات. طب الرشاشات مش هتعلم في الجهاز، ايه بقى اللي ممكن يعلم في الجهاز؟ هي المباين. ده غير ان هم لقوا ان المباين اللي راكبه مباين جديده ونوع نضيف جدا وما فيهوش اي مشكله وشغالين بيه ومتعودين عليه. الله، ايه المشكله بقى؟ وهم بيراجعوا الضفيره لقوا ان الفيشه اللي رايحه للكنترول في الضفيره بتاعتها في فيشه فيها وصل. فكوا الوصله لقوا السلك مملح والوصله مملحه ودايبه. ظبطوا الضفيره والموضوع اتحل. المفروض انت كراجل كلباله او كعبول او دقدق، بدل الحاجه مش ميكانيكيه خلي اللي فاهم فيها يشتغل فيه، وراعي ربنا واطلب كهرباء يراجع لك ضفيره العربيه. كنت هتغني الراجل عن الحاجات اللي هو اتغرمها ودفع ثمنها، والكنترول اللي انت حرقت الايموبلايزر بتاعه عشان تجرب على عربيه تانيه. فلو عايز تعرف مراكز خدمه ماشيه على خطوات فحص وما يغيرلكش حاجه انت مش محتاج تغيرها، انت بس هتسال محرم. السلام.